عمرك اخترت منتج لمجرد ان شكله عجبك او لفت انتباهك او حتى حسيت ان هو مألوف ليك؟ طب سألت نفسك ايه ممكن يبقى السبب؟ طب تعرف الفيجوال ايدنتي جرافيك ديزاينر ايه هي طبيعة شغله؟ طب ايه الفرق ما بين البراند والبراندنج والبراند ايدنتي والفيجوال ايدنتي؟ كتير بنسمع عن الهوية البصرية بس للاسف معظمنا ما يعرفش هي ايه او ايه اهميتها وكمان فايدتها. فان شاء الله في حلقة النهارده هنجاوب على كل اسئلتك ونوضح كل كبيرة وصغيرة في القسم ده. هنعرف يعني ايه فيجوال ايدنتي جرافيك ديزاين، ويعني ايه براند، ويعني ايه براندنج، وايه هي البراند ايدنتي والفيجوال ايدنتي والفرق بينهم واهميه الهويه البصريه وازاي اعمل هويه بصريه كويسه والمهارات المطلوب توفرها في الديزاينر وكمان اهم البرامج اللي المفروض تتعلمها. معكم محمد الصواف من قناه رحاله، فيلا نبدا. وعشان نفهم كويس يعني ايه فيجوال ايدنتي جرافيك ديزاين لازم نعرف يعني ايه كل من البراند والبراندنج والبراند ايدنتي والفيجوال ايدنتي. خلينا نبدا بتعريفهم. البراند هو اللي بيفكر فيه الناس وبيحسوه بخصوص شركتك، منتجك او خدمتك. يعني باختصار هو ازاي الناس بتشوفك والانطباع اللي بيتكون عند الجمهور بتاعك من حلو او وحش، ودي حاجة بتتحدد من خلال طريقة تقديمك، تعاملك مع العميل، الوعود اللي بتقدمها لهم وازاي بتحافظ عليها. فباختصار هو شكلك في عقول الناس. وكلامنا متلخص في مقولة جميلة بتقول The products are made in the factory but the brands are made in the mind. وده كان المختصر المفيد عن البراند. انما بقى البراندنج او تقدر تقول عليه البراند استراتيجي هي العملية او الاستراتيجية الخاصة ببناء العلامة التجارية. باختصار عملية بناء البراند، وهي الطريقة اللي بنشارك بيها علامتنا التجارية مع الجمهور. فتقدر تقول عليها الشخصية او الاسلوب او السلوك الخاص بالبراند بتاعك. وبكده عرفنا يعني ايه براندنج. طيب امال ايه بقى البراند ايدنتي؟ تقدر تقول ان هي كل ما يجعل العلامه التجاريه ما هي عليه، وبيشمل العناصر المرئيه والغير مرئيه. من الاخر هي الهويه الكامله للبراند، اذا كانت بصريه او سمعيه او حسيه. على كده بقى ايه هو الفيجوال ايدنتي؟ نقدر نعرفه ان هو جزء من البراند ايدنتي، ولكن تركيزه كله على كيفيه تمثيل العلامه التجاريه بشكل مرئي لمساعده العملاء على تحديد العلامه التجاريه. من الاخر نقدر نعتبرها هو الجزء الاهم لحلقه النهارده، الجزء الخاص بينا احنا كمصممين. وزي ما هو واضح هو الجزء البصري الكامل لمنظومه كبيره، فلازم يبقى مظبوط على اكمل وجه. وطبعا الفيجوال ايدنتي بيتكون من عناصر زي الكالر باليت، جرافيكس، ايكونز، illustrations، تايبوجرافي، ايمجز، لوجوز. فتعالى نتاكد من صحه كلامنا ووجود العناصر اللي قلنا عليها في الفيجوال ايدنتي بالمثال التالي. Hopping them fences, making the plays while they riding the bench. فبعد ما اتاكدنا من صحه كلامنا وقبل ما نبدا حلقتنا ونتكلم بالتفصيل عن الفيجوال ايدنتي، خلينا نوضح في السريع الفرق والعلاقه اللي بتربطهم ببعض. باختصار البراند هو الانطباع اللي بيدوم في عقل المستهلك، والبراندنج هي الاستراتيجيه اللي بتتعمل عشان نثبت البراند في عقل المستهلك. انما البراند ايدنتي هي اي حاجه بتمثل البراند بصريا او سمعيا او حسيا، والفيجوال ايدنتي هي جزء من البراند ايدنتي والخاص بتمثيل البراند بصريا فقط. احب اقول لك ان اي منتج ناجح لازم يكون ليه فيجوال ايدنتي. طب ايه المكاسب الناتجه عنها، او بطريقه تانية ايه اهميتها؟ فعد معايا. 1. بتخلي العلامه التجاريه اكتر فعاليه للحفظ، وده من اهم مهام الهويه البصريه. هيكون من السهل على العميل ان يفتكر انت مين وبتعمل ايه. 2. بيسهل التعرف على العلامه التجاريه. فكر في علامتك التجاريه المفضله، ايه اول حاجه هتيجي على بالك؟ غالبا بيكون اللوجو او التصميم المميز لمنتجهم. علامات تجاريه زي نايك، ماكدونالدز او ابل يرجع جزء كبير من نجاحهم للاعتراف بالعلامه التجاريه. 3. يميز علامتك التجاريه عن المنافسين. الهويه المميزه بتلفت النظر، وده بيخلي العلامه التجاريه صعب تتنسي وبيساعدك على تمييز نفسك عن منافسينك. 4. يبني علاقه افضل واوثق مع العميل. ممكن يرتبط جمهورك المستهدف بشركتك بشكل اكتر فعاليه من خلال هوية العلامة التجارية اللي بيشوفوها جذابة وسهلة الفهم. 5. بيسهل الوصول للفئة المستهدفة من خلال الاهتمام بالهوية البصرية اللي ميزتها المجموعة المستهدفة، بالتالي بتسهل الوصول ليهم لو بتنزل منتج جديد أو بتعلن عن خدمة جديدة. 6. بيزود من المبيعات. بمجرد الثقة في علامتك التجارية وهويتك ده يزود تلقائي نسبة المبيعات حتى لو المنافسة قوية. من الآخر لو الصورة تساوي 1000 كلمة فالهوية البصرية لعلامتك التجارية تستحق أكتر من كده بكتير. وأكيد الأهمية دي ناتجة من أهمية عناصر الهوية البصرية. فتعال نوضح أهمية العناصر الهوية البصرية. 1. كالر باليت.
الالوان بتساعد في تحديد علامتك التجاريه بطريقه قويه جدا، فهي بتسيب انطباع قوي للجمهور، وكمان بيخلق احساس بالوحده عند استخدامه. وبتستمد معظم العلامات التجاريه الوانها الرئيسيه مباشر من شعار الشركه. وتاكد من وجود الالوان المحايده زي الاسود والرمادي والابيض والاوف وايت. وفي طرق كتير لاستخدام الوان العلامه التجاريه، بس خلي بالك لا تبالغ في استخدامها. 2. تايبوجرافي. النص هو احد ابسط جوانب الهويه، بس يقدر يكون معبر بشكل جبار. وبتختار معظم العلامات التجاريه خطين او 3 للاستخدام الاساسي، واهتم ان تكون مقروءه. 3. جرافيكس، illustrations، ايكونز. تعتبر جزء كبير من بناء هويه فريده، وتمثل فرصه لعرض علامتك التجاريه وتحديد الطريقه اللي هيتم ادراكها بيها، وحاول تستخدمهم لتمثيل وجهه نظرك الفريده. 4. images. سمعت قبل كده ان الصوره تساوي 1000 كلمه؟ فاستخدام الصور بيكون فرصه قويه لتوصيل قصه علامتك التجاريه، فهي طريقه سهله للعميل ان يحس بالعلامه التجاريه. 5. لوجوز. اهميته تشبه الى حد كبير اهميه البراند، فمن خلاله بيتعرف الناس عليك وبيتعرفوا على منتجك او خدمتك. عشان كده تجنب المشاكل اللي ممكن تحصل وقت استخدامه، زي ان يبكسل او ابعاده تبوظ او حتى يكون صغير قوي فيصعب التعرف عليه. طب ايه اللي اركز فيه وانا بعمل هويه بصريه، او ازاي اعمل هويه بصريه كويسه؟ بسيطه، حاول تخليها محدده، فهي قبل كل حاجه اداه بتوصل جوهر علامتك التجاريه، شخصيتها وقيمها، فحاول تخلي ليها قيمه. مناسبة، خلي العناصر مناسبة تماما لجمهورك المستهدف، وخلي تصميمك بيوصل المشاعر الصح، وتأكد ان كل تصميماتك مناسبة لشخص او غرض او موقف معين. متميزة، تأكد ان الهوية البصرية تميز نفسها عن المنافسين، وكمان تثبت في ذاكرة العميل. ودايما اسأل نفسك، هل هيتعرفوا على الهوية؟ هل هيفتكرها العميل؟ بسيطة، فالتصميمات الكويسة مش معقدة وسهلة الفهم، فكون التصميم بسيط بيعزز وضوحه. مرنة، لازم تكون قادر على النمو مع علامتك التجارية، سواء كنت بتتفرع لمنتجات جديدة أو بتعيد تصميم علامتك التجارية. تحكي قصة، بيفتكر الناس القصص أكتر من الحقائق، وعشان كده لازم تركز الهوية البصرية على حكاية قصة. وطبيعي أي قسم هيحتاج مهاراته الخاصة، فده يوصلنا ليه هي المهارات المطلوب توفرها في الفيجوال ايدنتيتي جرافيك ديزاين. بيحتاج المصمم في القسم ده ان يكون قوي في الكالر لاي اوت اند تايبوجرافي، ودي مهارات اساسيه اي ديزاينر لازم يبقى عنده علم بيها. عنده تفكير فلسفي ومنطقي عشان يقدر يفكر في افضل هويه بصريه مناسبه للبراند المطلوب. مهارات عرض قويه بما فيها المهارات البصريه والكتابيه عشان تعرض الهويه البصريه للعميل باحسن طريقه. مهارات تواصل وتقديم حلول، لان طبيعي هتقابل مشاكل في التواصل مع العميل او زمايله، وكمان لازم تقدم حل يميز العلامه التجاريه عن منافسينها. مطلع على مجال التسويق والاعلانات عشان لما يجي يعمل هويه بصريه لازم يفكر في ازاي هتظهر بعدين في التسويق والاعلانات. وكالمعتاد اي شغل لازم يبقى فيه ادوات بتساعدني في تنفيذ الشغل ده، وده يوصلنا لاهم البرامج اللي هتحتاج تتعلمها زي ادوبي الستريتور، وده اهمهم ادوبي فوتوشوب، ادوبي ان ديزاين. وتقدر تزود كمان مهاراتك وتتعلم ادوبي افتر افكت، وده هيكون اضافه قويه ليك، بس زي ما قلت هو مجرد اضافه، مش محتاج ابدا انك تتعلمه. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه. مع السلامه.